السلام عليكم. يا مساء الورد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كشري الحلة الواحدة. هنعمل كل الجمال والطعامة دي في حلة واحدة بس، زي ما انتم شايفين كده. ولا هنقعد بقى نعمل كل حاجة في حلة لوحدها ولا اي حاجة، كله في حلة واحدة. والنتيجة ان شاء الله هتبهرك. عايزين تاكلوا كشري بدل ما تروح تشتري العلبة ب10 جنيه؟ لا، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وزي ما انت شايفة النتيجة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نتيجة حلوة قوي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. يلا تعالي معايا. أول حاجة حطيت حلة على النار، الحلة اللي هتاخد الكمية اللي انت عايزة تعمليها. وبعد كده نزلت ب3 4 معالق كبار زيت. هنجيب كوباية، أنا هقولك المقدار اللي أنا عملته. كوباية من الشعرية، هنبتدي نحمرها كده تاخد اللون الذهبي بتاعها الجميل. هنبتدي بقى نحمرها كده مع بعض. الشعرية زي ما انتوا عارفين ما بتاخدش وقت ولا اي حاجة خالص، بتتحمر بسرعة، فنخلي بالنا ما نسيبهاش. نبتدي بقى نقلب كده زي ما انت شايفة ما شاء الله، مش هتاخد معاك وقت ولا اي حاجة. المهم زي ما انت شايفين كده، خلي بالك منها لانها فعلا بتلهف بسرعة او بتحمر بسرعة. خلاص كده ابتدت تاخد اللون اللي احنا عايزينه. انا هقولك المقدار اللي انا عملته وانتي تعملي اللي انتي عايزاه. برضو هجيب كوباية من الرز، يبقى كوباية من الشعرية كوباية من الرز. ونبتدي نقلب. انت بقى طبعا ممكن تزودي على قد عيلتك، بس المقدار اللي انا عملته ده كفى ما شاء الله 6 انفار. تمام. لو انت بقى عيلتك اكبر ممكن تزودي تضعفي الكمية زي ما انت عايزة. هنقلب بقى الرز مع الشعرية بالطريقة دي. خلاص، خد اللون اللي احنا عايزينه، او الرز زي ما انت شايفه عليه يعني بقى بيشخلل كده زي ما بنقول. هنبتدي بقى نجيب كيس. دلوقتي هنضيف، كنت جايبة العدس اللي هو البني، العدس بجبة، وكنت نقعاه وخليته قلبة واحدة بس كده. يعني هو دلوقتي نص سوا، تقريبا نص سوا. هبتدي بقى اضيف نص الكمية. يعني دي برضو كانت كوباية عدس، ضفت نصها او تلتينها تقريبا كده. وابتدي برضو اقلب كل المكونات زي ما انت شايفة. الموضوع سهل وبسيط جدا ومخدش اي وقت خالص. لو انتي هتعمليه على الغدا، قبل الغدا بنص ساعة تبتدي تجهزيه. زي ما انت شايفة قلبته برضو عشان كل المكونات تاخد مع بعضها. وهبتدي اجيب كيس من المكرونة. عايزة تزودي زي ما بقولك مفيش اي مشكلة، زودي اللي انت عايزاه. ده كيس من المكرونة اللي هو تقريبا بيبقى 300 جرام حاجة زي كده. زي ما بقولك الكمية اللي انا عملتها دي تقريبا كفت 6 انفار ما شاء الله. هنقلب بقى مع بعض كده كل المكونات برضو. احنا مش عايزين نحمر المكرونة ولا اي حاجة خالص خالص، بس بنغلفها بالمادة الدهنية اللي موجودة وهي الزيت. خلاص كده بقى اجيب بقى مية سخنة، تكون سخنة زي ما انت شايفة كده عشان ما تاخدش وقت والمكرونة كمان ما تعجنش معانا. هكمل المية، لازم المية تغطي كل الكمية دي زي ما انت شايفة كده، بالطريقة دي زي ما بتعملي المكرونة او الرز. زي ما انت شايفة ما شاء الله. على فكرة احتاجت كمان نص كوباية مية وضفتها. ابتدي بقى اضيف الملح، الكمون، يعني حبة صغننة كده فلفل اسمر، بابريكا او شطة زي ما انت عايزة. شوفوا يعني انا كان الكمية دي وابتديت ضفت كمان نص كوباية مية صغيرة. زي ما انت شايفة بقى عمالة تقلب من كل حتة كده. رحت مهدية النار عليها ورحت حاطة تحتها الشياطة، وسبتها بقى على نار هادية كده تستوي مع بعضها. ما نزودش مية كتير علشان ما تعجنش مننا. زي ما انت شايفة كده
ما شاء الله جميلة اهي. زي ما قلت لك ان انا يعني وطيت النار على اقل حاجة وبعد كده حطيت الشيط. دي بقى صلصة بتوم، كانت عندي في الديب فريزر، فطبعا لما بتبقى الحاجة عندنا بتسهل علينا المواضيع تماما، فطبعا طلعتها علشان ما ياخدش وقت. اهو ما شاء الله خلاص استوى الكشري. ده بقى البصل، ابتديت احمر البصل، بصلتين كبار حلوين كده، كانوا برضو كفاية وما شاء الله كفوا يعني. انتي لو عايزة تزودي زودي، مفيش اي مشكلة خالص. حمرنا البصل وكله بقى تمام، وابتدينا نغرف الكشري.